هذا النهائي هو اللي كان غادي يكون في 2022 في ملحمة قطر لولا الظلم التحكيمي امام المنتخب الفرنسي. المغرب او المغربي ملي كينتصر على فرنسا سواء سياسيا سواء اقتصاديا سواء رياضيا كتكون عندنا واحد الفرحة خاصة، وهذا ما حسينا به اليوم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كنبغيو بعدا نهديو هاد لا فيكتوار الاولى لو غوا ديالنا الملك محمد السادس نصره الله، وان شاء الله ما يكون غير الخير من اللي قدام. وكما شتي راه الكره المغربيه غادي كتطور بشويه بشويه، وحنا الحمد لله ان شاء الله حنا الحمد لله هذا الماتش ما كانش بالساهل. 120 دقيقه لعبناها، دي جوار خرجوا في الاخر تبليسا وانا منهم، ولكن الحمد لله هاد لي زيفور كاملين اللي درنا من البدايه نصرنا سي دابي في الاخر الحمد لله. صراحه تمنينا والله العظيم بقلب خالص اننا يكون هاد البلاد دائما في ابا حله، تكون هاد البلاد دائما كتقدم انجازات في جميع المجالات، ولا سيما الصحه والتعليم اللي مأسفين والله العظيم مأسفين والتشغيل. ولكن كنقولوا حنا هاد الاسود الاطلس فتاوى ولاد الشعب تقاتلوا كيمثلوا الكره المغربيه كيمثلوا العالم المغربي، كيف لا ما تقدرش ما تفرحش بهذا الانجاز. ماما ميا لا 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 ماما ميا لا 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 ماما ميا. اسود الاطلس غادي يواجهوا المنتخب الارجنتيني في نهائي الاحلام. صدق او لا تصدق الخبز، من بعد الفرحه اللي فرحوا المغاربه كاملين ونسينا المشاكل اللي مرت منا البلاد الاسابيع الماضيه، ما نسيناش دائما ولكن على الاقل نسيناها مؤقتا، وعشنا واحد الفرحه جديده مع الاشبال الاطلس، او ان صح التعبير اسود كانوا رجال تقاتلوا حطوا اللي في جهدهم كلاو الكازو كيف ما كيقولوا المغاربه مع المنتخب الفرنسي. والفوز على المنتخب الفرنسي كان له طعم خاص. صراحه ضربنا عصفورين بحجر واحد، قصينا المنتخب الفرنسي في نصف النهائي، ردينا له واحد الدين واحد الصرف ديال 2022 رغم الظلم التحكيمي اللي كان انذاك، زائد اننا تاهلنا الى نهائي الاحلام. هنا غادي نفتحوا واحد القوس الاخوان، ماشي المنتخب الوطني المغربي هو اول منتخب عربي او افريقي غادي يوصل لنهائي كاس العالم للشباب. اولا المنتخب القطري وصل في 1981 النهائي وخسر مع المانيا الغربيه ب4-0، زائد ان المنتخب غانا فاز في 2008 بهذا الكاس. ولكن المغرب اليوم اصبح ثاني منتخب عربي كيوصل للنهائي، ونتمنى يكون انه اول منتخب عربي كيفوز بكاس العالم للشباب والثاني منتخب افريقي كيفوز بهذا الكاس. حنا ما كيهمناش هاد الاحصائيات، ما كتهمناش هاد الارقام، لاننا حنا ما يهمنا الان هو اقصاء المنتخب الفرنسي اللي عندنا مع حساب. المغرب او المغربي ملي كينتصر على فرنسا سواء سياسيا سواء اقتصاديا سواء رياضيا كتكون عندنا واحد الفرحه خاصه، وهذا ما حسينا به اليوم والمغاربه كاملين حسوا به. شفنا الشوارع المغربيه من بعد ما كانوا فيها الاحتجاجات كان فيها هاد الاحتفالات كيف ما كنشوفوا، ولكن هنا كنعرفوا ان الشعب المغربي كيعيش كل حدث بحدث وكيعيش كل لحظه بلحظه. كنعرفوا ان هذا الحدث تفرض علينا كاس العالم للشباب، تفرض على المغاربه انهم يعيشوا ويفرحوا مع هاد الشباب، لان ما يمكنش تكون مغربي وفيك الدم ديال انت مغربيت وما حاقتش وما كتصافيش الحسابات ديالك وما تفرحش بهذا الانجاز التاريخي ديال كرة القدم ولا ديال هاد الاشبال اولا ديال هاد الرجال ان صح التعبير ولا ديال هاد جيل الزايد ديال كرة القدم اللي بين على انه قادر انه يتحمل المسؤوليه. ودائما ما كنقولوها هاد النجاح ديال كرة القدم او هاد التأهل التاريخي او هاد المكانة التاريخية اللي وصل لها المنتخب الوطني المغربي اليوم، راه حنا بغينا نفرحوا بها ونفرحوا حتى بالصحة والتعليم ونوقفوا ونطرحوا اسئله اللي جوهريه ونقولوا علاش نجحنا في كره القدم وما نجحناش في الصحه والتعليم مثلا. ونزيد نقول لك انني نتمنى من جميع المسؤولين في هذه البلاد انهم يتانسبيراو من
مسؤولين ديال كرة القدم. وانا كنقول شخصيا وعندي درايه متواضعه وعندي درايه كبيره بهذا المجال ديال الصحه والتعليم وكره القدم، وكنقولها بصريح العباره، فقط مسؤولين ديال القطاعات الاخرى ما عندهمش اراده سياسيه، ما عندهمش اراده سياسيه باش يصلحوا هذه القطاعات. ولكن اليوم كيبان على ان مسؤولين ديال الرياضه وكره القدم بالضبط تفوقوا على المجالات الاخرى، وهذا زعما والله العظيم الى عيب قوس. انا شخصيا كمغربي غادي نفرح بجميع انجازات المملكه المغربيه بما فيهم الرياضيه وبما فيهم ديال التعليم وبما فيهم ديال التشغيل والصحه. حنا بغينا المغرب يمشي كقاطره وحده ننجحوا في جميع المجالات. ولكن باش يجي شي واحد اليوم ويقول لي ان لا ما نفرحوش حنا بهذا الانجاز وبهذا الانجاز اللي قدموه هاد ولاد الشعب، نقول له انت حاقد او لا تكن حقدا دفينا للمملكه المغربيه، ونقول له في وجهه والله انت ما باغي الخير هذه البلاد. النقاش اليوم هو هذا نجاح كره القدم كيفاش نستثمروا في نجاح قطاعات اخرى. ولكن تقول لي لا حنا نوقفوا هذا الحدث باش اننا نعملوا حاجه اخرى، فهذا لا يستقيم تماما. نرجعوا للموضوع ديالنا الخوت. النهائي غادي يكون امام المنتخب الارجنتيني اللي صراحه واحد من اقوى المنتخبات على مستوى العالم، وكان واحد من اقوى المنتخبات في هذه البطوله، ولكن كل الثقه في العناصر الوطنيه اللي بينوا على انهم رقم صعب في هذه البطوله. ربحنا اسبانيا، قلنا ربما ضربة حظ، اكدنا الفوز امام البرازيل، وخسرنا امام المكسيك. كنظن انا مأكد اننا تعمدنا نخسروا امام المكسيك، لعبنا معاهم بالفريق الثاني وخسرنا معاهم باش تقصى البرازيل، وردينا الدين للبرازيل ديال 98 اللي عملوا لنا. وجيل من غير جيل الزاد غادي يعرفوا علاش كنهضر. الاقصاء المر اللي تقصى المغرب في 98 بسبب الخساره البرازيل مع النرويج وقيلا مع النرويج على ما اعتقد. اليوم المغرب في هذه البطوله كيرد صاعين للمنتخب الفرنسي اللي قصانا في نصف النهائي ديال قطر، وكيرد الصاف كيقصي البرازيل بسبب الخساره ديالو امام المنتخب المكسيكي. فاليوم عندنا مواجهه حارقه امام المنتخب الارجنتيني الصعب، ولكن لا شيء مستحيل مع المغاربه ومع اسود الاطلس. انا ما بغيتش نقول لهم اشبال الاطلس لانهم اسود الاطلس. حتى حاجه ما تصعب على هاد اللاعبين لانهم بينوا على روح قتاليه عاليه، كلاو الغازو كيف ما قلت لكم في الاول مع المنتخب الفرنسي، تقاتلوا الى اخر رمق وسطعوا تاهلوا الى نهائي الاحلام واللي غادي يواجهوا فيه المنتخب الارجنتيني اللي تفوق على المنتخب الكولومبي. وغير في الاولمبياد الخوت، غير في الاولمبياد انتصرنا على المنتخب الارجنتيني، حتى حاجه ما صعيبه. غير في اولمبياد باريس اللي كانت في الصيف قدرنا اننا نفوزوا على المنتخب الارجنتيني، وهاد اللاعبين كل الامكانيات كل يعني الثقه فيهم غادي ان شاء الله نتوجوا بهذا اللقب. ولما لا نكونوا حنا اول منتخب عربي يفوز بهذا اللقب العالمي كاس العالم للشباب، ونكونوا ثاني منتخب افريقي اللي فاز بهذا اللقب مور غانا. صراحه تمنينا والله العظيم بقلب خالص اننا يكون هذه البلاد دائما في ابا حله، تكون هذه البلاد دائما كتقدم انجازات في جميع المجالات، ولا سيما الصحه والتعليم اللي مأسفين والله العظيم مأسفين والتشغيل. ولكن كنقولوا حنا هاد الاسود الاطلس فاتا هو ولاد الشعب تقاتلوا كيمثلوا الكره المغربيه كيمثلوا العالم المغربي، كيف لا ما تفرحش بهذا الانجاز. وخليونا من النقاش ديال كيعملوا الكره بشي لهيكم، لان راه ماشي المغرب اللي عمل هذا الحدث ديال كاس العالم، وانما هو الحدث فرض راسو جا في واحد الوقت اللي فيه احتجاجات على الصحه والتعليم. من حقنا اننا نحتجوا غدا على الصحه والتعليم، ولكن نفرحوا اليوم مع المنتخب الوطني المغربي. من حقنا اننا نحتجوا نهار السبت على الصحه والتعليم والتشغيل، ونحتفلوا مع المنتخب الوطني المغربي في ملعب النهائي. فحتى كره القدم الاخوان، حتى كرة القدم أصبحت قوة دبلوماسية ناعمة. راه من خلال كرة القدم الإخوان قدرنا أننا نسوقوا لبلادنا في أوروبا وفي أمريكا وفي العالم كامل. اليوم بفضل كأس العالم ديال قطر 2022 قدرنا نوصلوا ل 17 مليون سائح اللي زارت المغرب العام اللي فات. اليوم بهذا التأهل ديالنا ديال كأس العالم نهائي كأس العالم الشباب
المغرب اصبح ماركه ماركوس في امريكا اللاتينيه وفي امريكا الشماليه والجنوبيه. لان اليوم كلشي غادي يتساءل شكون هذا المنتخب المغربي اللي طلع الفينال ولا النهائي ديال كاس العالم للشباب. فراه ما يمكنش تجي انت وتفرض عليا ان كرة القدم ما نديوهاش فيها، ولا كرة القدم راه غير مجرد لعبة. لا، فاحنا بغينا النجاح في الكرة والنجاح في الصحة والنجاح في التعليم والنجاح في جميع المجالات، وتبقى هذه البلاد شامخة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والمسؤول المغربي يجب أن يستفيد من الدرس ومن هذه النجاحات ديال الكرة. المسؤول المغربي اليوم كنشوف أنه تفقده ما كيف يفتقد من الإرادة السياسية باش أننا نتبوؤوا مراكز عالية ومتقدمة في الصحة وفي التشغيل وفي الطب. والله يعمل الشاول الخير وديما المغرب والعالم كامل فرحان لهذا الانجاز المغربي. ما عاد واحد الجيران الله يسامحهم عملتها واحد الاشاره بسيطه، لانهم دخلوا كيعلقوا لي في اللايف ديال اللي عملت مع المباراه، كنقول لهم الله يحسن عاونكم والعشاء في الشيراتون وديما مغرب، وان شاء الله اللقب مغربي. واذا ما كانش وقدر الله ما خسرناه فهذا يبقى انجاز كبير للكره المغربيه عامه. ديما مغرب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.